سيدنا وحبيب قلوبنا وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يتشرف المركز الإسلامي بمدينة تلسا إسلاميك فاونديشن باستضافة سماحة الشيخ صادق رواغة حفظه الله تعالى، والذي تعنانا من المملكة متعنيا عناء السفر ومشقة الطريق، حاملا على عاتقه تبليغ رسالة محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلنغتنم هذه الفرصة لننهل من علم الشيخ الجليل قليلا. استقبلوا معي سماحة الشيخ محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وعبرة كل مؤمن ومؤمنة. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجدوا. ورأسك أم رأس الرسول على القنا بآية أهل الكهف راح يرددوا. وصبرك يا أبا عبد الله، وصبرك أم مستودع العلم والحجاب لتحطيمه جيش من الجاهل يعمدون. وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد يلوح له الثقلان، ثقل ممزق بسهم وثقل بالسيوف مبدد. فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد
أغصانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا. والله شفنا اليموت يجيه دفان، والله يحفر قبر ويفصي الأجفان. والله ما شفنا اليموت يظل عريان عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. والله تلعب عليه الخيل الميدان. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وارحمنا يا الله بمحمد وآله يا كريم. أية شريعة أو ديانة الذي ليس منتمٍ إليها يحتاج إلى معرفة تلك الديانة والقيم على تلك الديانة أن يقف على تفاصيل شخصيته وسيرته، أو أنه يلاحظ تصرفات أتباع ذلك الإنسان وذلك الرجل الذي يدعو إلى دين وإلى فكرة وإلى شريعة. فإما أن يقف الإنسان على الشريعة بتفاصيلها، على الفكرة بأبعادها، على الديانة بجميع ما يرتبط فيها، يلحظ أحكامها الإلزامية وغير الإلزامية، ما تدعو إليه في الأخلاق وغير ذلك، أو أنه يلاحظ سلوك وأعمال من ينتمي إلى تلك الديانة. لذلك في الغالب إذا قام إنسان ما بعمل ما مباشرة في الأعم الأغلب الإنسان ماذا يصنع؟ يربط هذا الرجل بمجتمعه مباشرة. فإذا ارتكب إنسان خطأ ما مباشرة يعمم القضية فيربط ذلك بماذا؟ ويلقي به على المجتمع الذي ينتمي إليه. لذلك إذا جئنا إلى مسألة أن يقف الإنسان على معرفة شخص ما من خلال وقوفه على أولئك الذين ينتمون معه، يقولون كما يقول الشاعر: لا تسل عن المرء واسأل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي. وهنا في واقع الحال يقع الإنسان في خطأ عميق وشديد. هذا الخطأ أنه لا بد من الفصل بين الدين والنظرية والشريعة من جانب، وبين سلوك الإنسان في الغالب من جانب آخر. لماذا؟ لأن نظرة الإنسان في الأعم الأغلب من حيث التعميم هي نظرة سلبية.
لكن في الجوانب الخيرة لا يعمم الإنسان. إذا أكو إنسان ارتكب فد عمل جيد الناس لا يعممون ذلك الخير، وإنما إذا ارتكب السيئة يعممون. لذلك نجد مثلا ذلك الرسام الدنماركي وهو مثال بارز عندما صور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من خلال التفجيرات، من خلال استعمال العنف، إنما انعكست تلك الصورة من خلال أتباع ذلك النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإنسان الدنماركي عندما قرأ أولئك ورأى ما يفعلون هو مباشرة صور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بتلك الصورة السيئة، فجعل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو صاحب الحروب، صاحب الاقتتال، صاحب الحرب، صاحب الدم، صاحب العنف وما أشبه ذلك. هذا من خلال قراءة الدين، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا لا، لأنه لم يقف على شخصية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما وقف في تحديد موقفه على أولئك الذين يدعون الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك وباعتبار أن الإنسان في الأعم الأغلب يلحظ الجانب السلبي فيعمم كما فعل هذا الإنسان أو غيره والآلاف كذلك، هنا تقع مسؤولية على الإنسان في واقع الحال لأجل أن يكون سفيرا لذلك الدين ولذلك المجتمع، من أي مجتمع كان ومن أي دين كان، لا بد أن يعكس الصورة الحسنة لذلك الدين الذي ينتمي إليه في قلوب الناس وعلى مرأى من الناس. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أصل مسألة تمييز الناس بين أعراق وشعوب وقبائل هو لأجل أن يتعرف كل واحد من الناس على الآخرين، باعتبار ماذا؟ أن هؤلاء يمتلكون تجربة في مضمار معين، أولئك يمتلكون تجربة في مضمار آخر، هناك أكو في قيم إنسانية، هناك في قيم اجتماعية، وبالتالي الإنسان كلما اطلع على مجتمع جديد كلما ازداد إثراء لمحصلته الفكرية والثقافية. لذلك حتى يكون الإنسان سفير باعتبار أنني أعكس ديني، إنني أعكس الصورة الحسنة عن مجتمعي أو السيئة، هنا الجانب الأول هو التحلي بالقيم والاعتزاز بها. شوف أكو عندنا قيم قد تكون قيم دينية وقد تكون قيم إنسانية، هذه القيم الإنسانية هي داخلة في عمق الدين، يعني ما يمكن للإنسان أن يفصل الفطرة السليمة عن ماذا؟ عن الدين، لأن الدين إنما جاء موافق ومنسجم مع فطرة الإنسان. صحيح أن الدين بعد ذلك يقنن، يجعل حدود، يجعل أطر معينة، ولكن من حيث المجمل ليس هنالك تعارض بين الدين وقيمه وأحكامه وبين القيم الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة. إذا تقرأ الآيات المباركة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم شنو؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول كل مولود يولد على الفطرة، بمعنى أن كل إنسان من البشر حين ولادته إنما يولد على الفطرة السليمة، على الدين، على القيمة السماوية، على المبدأ السماوي. بعد ذلك تدخل مسائل التربية ومسائل التوجيه، وهو شبيه بقطعة من العجينة. هاي العجينة واحدة، مرة تاخذها بقولتنا صامول، صمول على تعبيرنا، صامولي على تعبير آخر، صحيح ولا؟ مرة تاخذها بريد، هاي السلايسز، صحيح ولا؟ ومرة تاخذها الرغيف المعين. العجينة هي أم لا؟ هي، لكن هذا الإنسان مرة يجعلها صمول، ومرة يجعلها بريد، ومرة يجعلها خبز،
وإذا شاء أيضا هم يسوي فيه تشكيلات معينة. بس هي الإنسان منذ نعومة الأظفار أي شكل يقدر الإنسان أن يعجن هذه العجينة حسب ما يريد وما يشاء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه وينصرانه. هو مرتبط مع الله، لكن التربية والمنهج والبيئة كل ذلك يدخل في تحديد شخصية ذلك الإنسان. لاحظ شلون؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يتعرف على الإنسان الآخر مهما كان. يا أيها الناس، الخطابات في القرآن الكريم خطابات متعددة، أليس كذلك؟ الله عز وجل مرة يقول: يا أيها الذين آمنوا، خذ المقصود هم الذين آمنوا، ماكو غيرهم. الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود، النصارى، يصير الخطاب لليهود وللنصارى مو لغيرهم. إذا الله جاء وخاطب بني آدم، الخطاب لبني آدم بغض النظر عن الانتماء، هذا مسلم مو مسلم، مسيحي مو مسيحي، كافر غير كافر، بوذي هندوكي، مو مشكلة. كذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، فإن الخطاب خطاب عام يشمل الناس جميعا، بمعنى يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هنالك حالة من السلام العام بين الناس بحسب مشاربهم ودياناتهم وتوجهاتهم وأفكارهم، ولا يريد أن تكون هنالك حالة من الاضطراب والقلق أو حالة من الاحتراب بين الإنسان والإنسان الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتقتتلوا، لتعارفوا. المقياس الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، مو عندي وعندك. ما واحد يصنف الناس يقول هذا متقي وذاك مو متقي، هذا خوش آدمي ذاك مو خوش آدمي، هذا بيروح النار ذاك بيروح الجنة. لا، هذا إن أكرمكم عند الله سبحانه وتعالى، مو عندك ولا عندي، عند الله أتقاكم. هذا هو المسألة المهمة. فالجانب الأول هو الالتزام بتلك القيم الدينية والاعتزاز بها، مو فقط واحد يلتزم ويخاف من عدها. شايف بعض الأحيان إنسان ينتمي إلى مجتمع معين، يسأل أنت من وين مولانا؟ من المنطقة الفلانية، يستحي يقول من المنطقة الفلانية. لا، اعتز بأصلك، اعتز بقيمتك، اعتز بقيمك، اعتز بفكرك، اعتز بدينك، بمذهبك. لا يكون هناك حالة من التنازل عن تلك القيم. واحد يجي يقول ما يخالف، مثلا على سبيل المثال باعتبار الابتلاء في دول الغرب، تبتلى بمدرسة، بصديقة، بما أدري كذا، بالزميلة في الدراسة، مرة واحدة تجي تصافح، مرة واحدة ما تشوف حالها اللي هي دافة حالها عليك، مرة تريدها تشبقك، ومرة احنا نعيش في مجتمع متفهم، صحيح ولا لا؟ واحد يجي يقول له معذرة أنا ما أقدر أسوي، جيني هالشكل يقول أنا أعتز بهذه، لا أنظر إليها باعتبار أنها حالة متخلفة ورجعية، لا، لأنه أكو عندك في المثل مثل ما يقولون من باب بيضة باب جمل، اللي يعرف المثل يعرفه، واللي ما يعرف المثل يحتاج إلى ترجمة. وش كيف؟ ما أدري ترجمتي صحيحة ولا لا. هو stolen egg he can stolen camel، صحيح؟ camel، صحيح ولا لا؟ اللي يبوق بيضة يتجرأ يبوق الجمل، يعني اللي يتجرأ على القيمة البسيطة بعدين يتجرأ على القيمة الكبيرة. وهكذا الدنيا، هالشكل الإنسان، لأن أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. الإنسان اللي يستخف بالذنب البسيط بعدين يتجرأ على الكبير من خلال هذا البسيط. عندك قيم، هذه القيم هي التي تقدمك أمام الآخرين. هذا الإنسان يحافظ على القيمة، يعتز بهذه القيمة. الجانب الآخر الاهتمام بالبعد العلمي والمعرفي. شوف، قيمة المجتمعات إنما تكون بقيمة أبنائها، صحيح ولا لا؟ إذا كان أكو مجتمع، هذا مجتمع بقولتنا كله في حالة متردية، له قيمة حقيقية.
لكن تجي تقارن هاي المجتمع بأصحاب كفاءات في مجتمع آخر، أيهما أقوى؟ بطبيعة الحال ذلك المجتمع الذي يكون فيه علماء، يكون فيه مهندسون، يكون فيه دكاترة، يكون فيه ويكون فيه من أولئك الذين قد حصلوا على الجنبة الأكاديمية الراقية، بطبيعة الحال يكون المجتمع قوي بهم، كما أنهم أيضا يقوون بمجتمعهم. شلون؟ شوف جنابك، إذا جئنا الآن أكو في بعض الأماكن هنا تجد أعاصير مثلا، هاي الأعاصير اللي تجي تضرب فد مكان، إذا تاخذ شجرة تخليها بوسط المكان في خلا فاضي، هذا ما يحتاج لها إعصار، يحتاج لها هواء بس قوي، 20 كيلومتر بالساعة، 30 كيلومتر بالساعة، 40 كيلومتر بالساعة، يقلعها من جذورها لأنها بوحدها بمفردها. لكن عندما تأخذ تلك الشجرة وإن كانت ضعيفة فتغرسها بين أشجار كثيرة فإنها تقوى، ومهما أتت الرياح العواصف تعصف بها فإنها تبقى صامدة. ليش؟ لأنها قوية؟ لا، وإنما استمدت قوتها من وين؟ من خلال الأشجار الملتفة حولها. الإنسان في المجتمع الشكل إذا لم يكن هنالك حالة من الالتحام، حالة من وجود القوة الحقيقية عند الإنسان فكرا ومعرفة وعلما، هذا الإنسان هو يكون ضعيف، ويكون المجتمع الذي ينتمي إليه أيضا ضعيف. أقصد مو واحد، لا، مجموعة من الناس. خذ لاحظ شلون هنا لا بد على الإنسان أن يغرس ويزرع في نفسه مسألة الطموح. احنا أمس أول أمس وكل مجتمع هالشكل ما كان أكو عندنا نمتلك مثلا أطباء على مستوى، ما كان أكو عندنا مهندسين على مستوى، ما كان عندنا في أي مجتمع كان، صحيح لو لا؟ اليوم لا تبدل الزمان، تقول والله عندك اكو الدكتور الفلاني من المكان الفلاني، هاي الدكتور من ذاك المكان الفلاني، انت بمجرد ان تستمع الى اسم دكتور من منطقتك او كان شيعيا على سبيل المثال، انت تشعر بالاعتزاز والافتخار. لا تعرفه ولا يعرف، ما بينك وبين علاقه. لكن إذا قالوا لك هذا من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الدكتور هو الأفضل على مستوى العالم، أنت تستأنس له لا؟ تفرح له لا؟ تفرح طبيعة الحال مع تعرفه ما تعرف. كيف إذا كان الأمر أضيق من ذلك وكان أكو هاي الطاقة والكفاءة في مجتمعك؟ بطبيعة الحال أنت تعتز، لأن في الأعم الأغلب الإنسان يقول شنو؟ بعكس الشعر، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. إحنا لما واحد يقول نعم هذا أبويا كان، نعتز بهالمسألة، نعتز بها. وبالتالي هاي الطاقات والكفاءات تعكس مقدار قوة المجتمع، مقدار قوة المجتمع. إذا كانت الآفاق مفتحة أمام الإنسان، ما الضير في استثمارها؟ أنت وأنا على الإنسان أن يرقى بنفسه وبالمسؤولية أمام نفسه لكي يصل إلى أفضل المستويات. فلا بد من تعميق هذا الجانب في حياة الإنسان. البارحة كنا في أوكلاهوما سيتي، كان الحديث مختص فقط في ما هو مرتبط بالطموح، واستفدنا ذلك من خلال قول الإمام زين العابدين عليه السلام في بدء دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. هاي أحسن وأفضل وأكمل أفعال التفضيل يسموها، يعني أكو عندك فعل حسن وعندك فعل أحسن، عندك يقين وعندك يقين أفضل، عندك إيمان وعندك إيمان أكمل. الإمام زين العابدين ألم يصل إلى مستوى العلم؟ بعد ما يحتاج يزداد علم.
ألم يصل إلى مرحلة الإيمان كمال الإيمان؟ بلى قد وصل زين العابدين إلى كمال الإيمان. لماذا إذن يقول من الله سبحانه وتعالى خلي إيماني أكمل الإيمان، يقيني أفضل اليقين، عملي أحسن الأعمال، نيتي أحسن لما؟ وحتى يعلمني وحتى يعلمك ويغرز حالة الطموح عند الإنسان. الآن لو جئنا سألنا سؤال عند الأخوة، أي واحد من عندنا فنسأله ألا تريد أن تكون أفضل الموجودين هنا؟ طبيعي الجواب راح يكون شنو؟ أريد. هاي أريد يعني شنو؟ أريد تحتاج لها عزيمة، تحتاج لها إصرار، تحتاج لها إرادة، تحتاج لها وعي وإدراك بما يريد أن ينتجه الإنسان بعد ذلك. هذا الجانب الثاني. الجانب الآخر، مهما بلغ الإنسان من العلم، من المعرفة، من الوجاهة، من المال، من أي جنبة أخرى، إلا أنه لا يمكن أن يستغني عن البعد الأخلاقي في حياته. حسن الأخلاق ما وضع في شيء إلا وزانه، وسوء الخلق ما وضع أو أخذ من شيء إلا وشانه. مهما بلغ الإنسان من علم ومعرفة، أنت لا تستطيع أن تتعاطى معه بشكل جيد إذا كانت أخلاقه صلفة وجافة وفضة، مهما كان ذلك الإنسان ومهما بلغ. لذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله فيقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب شنو؟ لانفضوا من حولك. يمكن أن أصل إلى مرحلة الاحتياج لهذا الدكتور، بس أخلاقه ما تخليني أتعاطى وياه، ما أريده، أروح لواحد آخر. حسن الأخلاق شنو؟ حسن الأخلاق هو أن يعكس الإنسان الصورة الحسنة عن مجتمعه وعن دينه. قل هاي قيمنا، هاي ديننا، هاي شريعتنا، هاي أخلاق الأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يوم من الأيام واحد يجي يمر يشوف الإمام الباقر عليه السلام، هذا من أعداء أهل البيت، يجي يقول له أنت بقر؟ حاشا من عند الإمام. قال إنما أنا الباقر، هكذا أطلق علي، أنا الباقر. قال له يا ابن الزنجية الطباخة، قال تلك مهنتها، ما حد يستعر من مهنته بعد ويضوج من مهنته، صحيح ولا لا؟ مهما كانت تلك المهنة، لعل الذي يستهين بمهنة معينة تكون عند الله أشرف من غيرها. قال له يا ابن الزنجية الطباخة الكذا التي فيها وفيها وفيها وفيها، يلتفت إليه الإمام بأبي وأمي فيقول له يا هذا إن كنت قد صدقت الله يغفر لها، غفر الله لها. إذا صدق كلامك صحيح عن أمي الله يغفر لها، وإن كنت قد كذبت يغفر الله لك، الله يغفر لك، الله يغفر لك. روح. يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام كان في مسجد يصلي، لعله مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. واحد ضايع من عنده مال، وأول ما شاف هالرجل يصلي أمامه وجه اتهمه، قال أنت أخذت مالي. الإمام سأله قال وكم كان فيه؟ ايش قد كان فيه؟ قال 1000. الإمام أخرج 1000 فأعطاها إليه. هذا الرجل راح إلى رحلة، إلى قولتنا إلى سيارته، وإذا به يرى 1000 على ما هي عليه، موجود عندنا ما ضاعت. بعدين يجي يرجع المبلغ للإمام الصادق عليه السلام، قال إنا من أهل بيتنا الذي يخرج من أيدينا لا يعود إلينا، خلاص أعطيناك إياه، هذا مو إلنا. يقول بعدين فسألت عنه فقيل لي ذلك جعفر بن محمد الصادق، قال بلى من مثل هؤلاء يخرج هذا، الله يعلم حيث يضع رسالة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الخلق. هذا قول النبي صلى الله عليه وآله. الجانب الآخر هو الرشد الاجتماعي. شوف الرشد في الفقه الإسلامي مأخوذ شرط. إذا أكو إنسان يريد مثلا يبعثر أمواله
وما عنده عقل جيد للإنفاق، هنيه الحاكم الشرعي يجي يحجر على أمواله، يقول له أنت ممنوع من التصرف. ليش؟ لأنك تبعثر أموالك وتضيعها بلا شيء. صحيح أنت حر، لكن لما تصل المرحلة إلى مرحلة السفه، هنا الحاكم الشرعي يحجر على ذلك الإنسان. الإنسان أحوج أن يقوم بعملية حجر على نفسه بعض الأحيان. لما؟ خصوصا إذا لم يكن عنده حالة من الرشد في التعامل. يعني الحكمة في التعامل، الدبلوماسية في التعامل. بعض الأحيان يقول أنا عندي كامل الحرية أن أقول ما أريد وأفعل ما أريد. يقول لا، حتى الحق بعض الأحيان ما يجب عليك أن تتفوه به. ليش؟ حفاظا على أن لا تكون هناك آثار مدمرة. أيهما أفضل؟ سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ضمن 4 أسئلة. من ضمن السؤالات قيل له ما الواجب وما هو الأوجب؟ قال الواجب طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا واجبه. طيب ما الأوجب من ذلك؟ قبل شيء قلنا في أفعال التفضيل ما شكل. قال وما الأوجب؟ قال الأوجب هو ترك المعصية. ترك المعصية يعني شنو؟ يعني كما هو المعروف قاعدة عقلية، دفع الضرر أولى من جلب المصلحة. أهم شيء أن يدفع الإنسان الضرر. هسه تحصل على المصلحة لو ما تحصل عليها مو مهم، المهم هو أن يدفع الضرر. طيب الرشد، التعامل ضمن الاجتماع لا يحتاج أن يدفع الإنسان الضرر. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. هاي رواية مروية زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى أن سلمان يمتلك من العلم والمعرفة ما لو أباح به لقام أبو ذر بقتله، ما يتحمل. لكنه لا يبيح أو يبوح بما في قلبه من العلم لأبي ذر لأنه لا يتحمل. وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يمتلكون من العلم ما لا يمتلكه غيرهم، ولو أباحوه لماذا وصرحوا به لربما كفروا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. أمير المؤمنين يضرب على صدره ويقول إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله، لكن ما حد يتحمله، فيبقي بعضه في صدره، يبقي بعضه في صدره. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس يحتاج إلى عامل التقوى. الله سبحانه وتعالى يريد من عندك تصلي الصبح مرتين، ظهر عصر مغرب 4 ركعات 4 ركعات 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، صوم شهر أو تمام العدة، تحج مع الاستطاعة. لكن عندما يأتي إلى مسألة التقوى فيقول فاتقوا الله ما استطعتم. شلون التقوى يعني التقوى أن يتوقف الإنسان عند الخطأ. يأتي ذلك الرجل إلى يتيم من يتامى الحسين عليه السلام، طفلة صغيرة كانت عند باب الخيمة، فيقوم بنزع قرطها، أي القرط مالها ينتزعه انتزاعا فيشرم إذنها فتسيل الدماء. تخاطبه يا هذا ألا تعلم بأن هذا حرام؟ قال بلى، ولكن إذا لم أسلبك أنا يأتي غيري فيسلبك. أدرى هاي حرام، لكن لا، الدنيا وما تصنع. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لما قتل أهل بدر أمر بدفنهم، ما كان يريد النساء تمر وتنظر إلى جثث القتلى مشوهة،
بينما عمر بن سعد وجيش يزيد بن معاوية قد تركوا تلك الجثث أشلاء على بوغاء كربلاء، وأمروا بأن تمرر النساء على تلك القتلى والأشلاء. شلون قلوب قاسية؟ متى جيء إليهن بالماء؟ يقول روايات عند المغرب جيء إليهن بالماء بعد أن أحرقوا المخيمات. أي زينب عليه السلام تتوجه إلى زين العابدين: يا ابن أخي يا علي، أنت الولي بعد الولي، قل لنا ماذا نفعل؟ هذه النار قد اضطرمت في جوانب المخيمات. قال: عم زينب عليكن بالفرار بالبيداء، روحوا إلى البيداء فروا. لما فرت النساء أطفال، بعض النساء والأطفال فروا إلى جهة البيداء، لكن أكو هناك أطفال صغار من هول المصيبة والخوف من حرارة النار التي تضطرب المخيمات، جعلوا وجهتهم إلى جهة المعركة. تقول الرواية: فسحقتهم الخيل بحوافرها. شلون مصيبها؟ أطفال صغار. بعد شنو؟ يقول: لما جيء إليهن بالماء، أكو طفلة إلى الحسين لما اجت رفعت هذا القدح تريد تشرب الماء شوية، وإذا بها ترمق جهة المعركة، تذكرت بأن الحسين عليه السلام قد قتل عطشانا. شو تسوي؟ أخذت الماء وراحت تركض إلى جهة المعركة، لكن عندما وصلت إلى أبيها الحسين رأته جثة بلا رأس. وين تسقي؟ زينب عليه السلام كانت تبحث عن هذه الطفلة اليتيمة. ليش؟ لأنها ابتدأت مسؤولية زينب. ايش دعوة؟ زينب عليه السلام تقول في نفسها بعدها: هاي أول المسؤولية، أيعقل أن تضيع يتيمة من يتامى أخي الحسين؟ صارت تبحث عن هاي اليتيمة، تروح إلى الخيمة، خارج الخيمة تتوجه إلى جهة البيداء. يقول: شافها واحد من الأعداء: أمة الله أراك تكثرين الدخول والخروج إلى الخيمة. قالت: ماذا أصنع ولنا يتيمة ضائعة من يتامى الحسين؟ أيوا حسينا. قال: كأني رأيت سوادة تتقلب في وسط المعركة على جسد والدها الحسين. قالت: سود رجلي وبروح الحيمة الساع، وصدوا تراني مسلبة وما عندي قناع، ولحد يمر على اليتيم خاف ترتاع، ومرت تجري النات بين المطاعي. وين راح زينب؟ صاب المعركة ولم اليتيم حاضن الجثة وتنادي: يا ابو علي يا ابوي، ضيعتني يا حسين ما بين الاعادي، بي يضربون وشتتون بكل وادي، رحنت على الطفل وحضنت باليد، تقولها طلعتك يا يتيمه راعتني، وانا وحيده وهالمصايب شيبتني، ساحتي عن نهرة ريحي طاردتني، لا شوف ابي بهالاحوال اللي تشوفون. بنيه صفيني اباك شلون كان، الان انت جيتي عن جسده وعن جثته ونظرتي اليها، صفيني اسمع وصف اليتيمه. اول شيء شنو وصفه؟ تقول: جثه بلا راس مرمي فوق غبره، شوفي يا عم مكسرين ضلع صدره، من قطع جفوفه وياه الحزن حراه، عروان ياهل سلب الراس فين. انحنت عليها حضنتها: بنيه هلمي نعود الى الخيمه، خلنا نروح الى الخيمه. بنيه اليتيمه رفضت اليتيمه. ليش؟ تريد ان تبقى عند جسد والدها الحسين. لكن ليش تريد تبقى؟
تقولها ينجس ابوي حسين خليني يا عمه. شنو عندك ويا الجسد؟ أبحسب جروح الجسد واتخبب بدمه. بالهون شالتها وصاحت يمين وما بعيني ألاحظ العوايب وابو العم. أنا بعيني أنا بروح لبارلك عيالك يا ابو علي، عيالك وانا بعيني لسجل لك اطفالك يا نور العين لون البين يرضاني بدالك بدالك. انا بروحي كنت افديك يا حر، والله انا بروحي كنت افديك الغيور حرائرون. يا الله يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا كريم. المؤسسون المسببون تقبل اللهم أعمالهم بصالح قبولك، ارحم موتاهم، شاف مرضاهم، ومن فقراءهم، اقضي حوائجهم، وفقهم اللهم لمراضيك، جنبهم معاصيك. اخواني الحاضرين والمستمعين احفظهم اللهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم ارحم موتاهم، شاف مرضاهم، ومن فقراءهم، اقضي حوائجهم. وإلى موت المؤسسين والمسببين، وموت الحاضرين والمستمعين، ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على